اتصدمت لما لقيت بنتي واقفة على ركن من السطح وقاعدة بتبص وبتكلم حد أنا ما شفتوش. كلنا تقريبا بنكون مفكرين إننا عايشين لوحدنا، ولكن للأسف مش دي الحقيقة. وأنا صغيرة كنت دايما أسمع عن عمار البيت، وده علشان لما بنكون مسافرين ونرجع من البيت كان بابا وهو داخل البيت كان بيقول السلام عليكم أهل الدار. فاستغرب وأقول له مين يا بابا أهل الدار دول؟ ما احنا كلنا كنا بره ومفيش حد في البيت. فكان يقول لي يا بنتي لما ندخل على مكان فاضي لازم نقول السلام عليكم أهل الدار، لان اهل الدار دول الناس الاصليين من العالم الاخر، ممكن يكونوا ساكنين معانا وممكن كمان من قبلنا من ملايين السنين. فلما نخش البيت لازم نسلم عليهم ونستأذنهم الاول. وقتها ما كنتش مستوعبة الكلام ده، فكنت بسمع وبسكت. عمري ما تخيلت اني ممكن اتواصل معاهم. ابتدت قصتي لما اتجوزت ابراهيم ورحت اتجوزت في العمارة بتاعة العيلة بتاعتهم. كانت عبارة عن 3 ادوار. الدور الاولاني كان فيه امه وابوه، التاني كان فيه اخوه ومرات اخوه والعيال، والتالت كان الدور بتاعي اللي انا وولادي وجوزي كنا قاعدين فيه، وكان منه للسطح. انما احنا كده كنا في بيت ريف في الريف يعني، فكان من المعروف ان الكل بيربي طيور على السطح، ولكن احنا ما كناش بنربي لاننا كنا بنشتري من خالة جوزي، هي كانت بتتاجر في الطيور وكده، فاحنا كنا دايما بنجيب منها. والسطح بتاعنا كان دايما فاضي تماما، بس فيه بس اوضه صغيره عاملينها علشان ايه؟ تربيه الطيور. ده كان الاساس بتاعها في الاول، ولكن اتقلبت لاوضه كراكيب. بقى اي حد من الثلاث ادوار عنده اي حاجه ملهاش اي لازمه عنده فكان يحطها فيها، كان بيرميها كمان فيه، ما كانتش بتترص حتى. ديت لغايه مع مرور الوقت بقت الاوضه بقت صعبه جدا الدخول فيها جدا من كتر الكراكيب، فسيبناها بقى على الوضع ده لسنين طويلة. محدش تقريبا كان بيطلع على السطح خالص غير مثلا كل شهر عشان ننضفه كده، وكانت كمان تنظيفها على الماشي وخلاص. المهم عيلة جوزي كانوا متعودين كل خميس يتجمعوا عند حماية وحماتي في الدور الأولاني تحت. بس جيت في الأسبوع ده استأذنت من جوزي إن مش هينفع أنزل معاهم المرة دي، لأن ابني خالد كان تعبان جدا، كان لسه مولود، كان عنده يعني 5 شهور تقريبا يعني كده. كان يوميها بيعيط عياط متواصل ومش عارفة ماله، فقررت اقعد معاه اليوم ده. وفعلا نزل جوزي لوحده، وانا والولاد فضلنا في الشقة، انا وخالد وشيماء بنتي. شيماء في الوقت ده كان عندها 5 سنين، كانت لسه طفلة برضو. بعد مرور نص ساعة من نزول جوزي شيماء بقى بدأت تزهق وتتنطط من القعدة وتتنطط حواليا وحوالين اخوها، وطبعا انا فضلت ازعق علشان تبطل شقاوة. فاقترحت عليا بما اني مش عايزة العب معاها انها تطلع تلعب على السطح، طالما اني مش عايزة العب معاها وكده. فمن زهقي منها قلت لها روحي بس ما تتأخريش. قالت ماشي. طلعت تجري، وفعلا فوق على السطح كده 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 يعني السور عالي. فما كنتش قلقانة عليها. فعدى الوقت واتلخمت مع ابني لحد ما نيمته. بس بعد ما نيمته افتكرت ان البت بقالها ساعتين فوق. صراحة قلبي اتقبض لما طلعت. شفت حاجة غريبة جدا، شفت شيماء بنتي واقفة في جنب كده في السطح، وواقفة بتتكلم مع حد في ركن كده من اركان السطح بتتكلم. لما قربت علشان اشوفها في ايه بتتكلم مع مين، ما لقيتهاش بتتكلم مع حد. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره تشوفوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا نكمل حكايتنا. قربت من بنتي علشان اشوفها بتتكلم مع مين، ما لقيتش حد خالص في المكان، مفيش حد في المكان كله اصلا. فناديت على بنتي وقلت لها شيماء انت بتتكلمي مع مين هناك يا حبيبتي؟ فلقيتها بصت لي ورجعت بصت تاني للمكان اللي كانت بتبص فيه، وبعدين قالت لي بغضب كده ايه يا ماما؟ اهي البنت خافت ومشيت. قلت لها مين دي يا حبيبتي؟ قالت لي اهي خافت، اللي خافت ومشيت دي صاحبتي يا ماما. انا اتصدمت لما البنت قالت لي انا اتصاحبت على مامتها وباباها كمان. قلت لها ابوها كمان؟ قالت لي ايوه، دي كان حتى مامتها كانت بتنشر الغسيل هنا. صراحة بدأت احس ان الكلام ما هوش تخاريف، مش مجرد تخاريف طفلة بتقوله وخلاص. قلت لها شكلها ايه مامتها يا حبيبتي؟ ايه يا شيماء مامتها دي شكلها ايه؟ قالت لي ست طويلة ودراعاتها طويلة قوي يا ماما، ولابسة اسود ومغطية وشها، وباباها كمان كان بيطير فوق السطح. ماما انا اول مرة اشوف حد بيطير فوق، يعني بيطير، ليه بابا مش بيطير؟
ما اكدبش عليك يا امنيه، قلبي اتقبض من كلامها. بصيت اكتشفت الاغرب بقى، السطح كان نضيف جدا ومرتب قوي. ازاي نضيف كده ومحدش تقريبا بيطلع هنا خالص؟ بس حاولت اطمن نفسي وقلت يمكن مثلا تكون سلفتي نضفته ولا حاجه وما قالتليش. سبت شيماء وبدات اتمشى على السطح كده، في عيني جت على الاوضه بتاعه الكراكيب. دخلت على اوضه الكراكيب، قربت منها كده، شغلت النور فيها واكتشفت الصدمه اللي بجد يا امنيه كانت المفاجاه الكبرى. بجد الاوضه كانت مرتبة جدا، حاجة من سبع المستحيلات يا أمنية إني أصدقها. إن الأوضة دي بالذات محدش بيقرب لها من يوم ما اتجوزت تقريبا. إحنا ما كناش بنعرف ندخلها أصلا من كتر الكراكيب اللي فيها. إزاي كل حاجة فيها محطوطة بنظام كده؟ معقول؟ معقولة برضو تكون سلفتي هي اللي عملت كده؟ مستحيل برضو. انا ابتديت اتوغوش جامد بجد. ما مستحيل هي اللي نضفت ده كله وانا في الدور اللي تحتها ما سمعتش اي صوت، ولا صوت جر ولا تنظيف ولا هبدأ او اي حاجة. المهم سبت كل حاجة زي ما هي واخدت بنتي ونزلت على طول، ما قدرتش استنى لما علي جوزي يطلع. نزلت انا جري على شقة حماية وحماتي علشان احكي لهم اللي حصل. وطبعا كان باين عليا الخوف لدرجة ان جوزي اتفجع اول ما شافني. قال لي العيال كويسة؟ قلت له ما تخافش العيال كويسين. قال لي امال فيكي ايه؟ ايه اللي نزلك؟ مش كنتي بتقولي هتقعدي مع الولاد علشان الولاد تعبانين؟ فوقتها حكيت لعلي وللعيلة كلها على اللي شفته. وبعد ما خلصت كلام سألت سلفتي، قلت لها انت روقت السطح وأوضة الكراكيب؟ ضحكت باستهزاء وقالت لي لا طبعا، هو مين عنده وقت اصلا ان هو مثلا يروق السطح، او عنده طولة بال ان هو يروق السطح؟ دي حاجات بقالها سنين، والأوضة مقفولة بقالها سنين وما تروقتش. هو انا فيا صحة؟ لو عملت كده كنت زماني قلتلك علشان تساعديني. قلت لها ايوه عندك حق، امال مين اللي عمل كده؟ طبعا في الاول ما صدقوش كلهم، علشان كده خليت العيله كلها تطلع معايا على السطح علشان يشوفوا. بس كانت المفاجاه السطح رجع تاني زي ما كان مليان بالتراب. حتى اوضه الكراكيب كلها يا امنيه كنت ببصلهم في ذهول، اوضه الكراكيب كلها رجعت زي ما كانت. وشي في الارض. حماتي بصت لي بقرف وبغضب، قالت لي هي فين السطح المتروق؟ وبصت لي بتريقه وقالت لي شكلك كده ما نمتيش بقالك كتير، انزلي نامي وريحي اعصابك. بصت لي باستهزاء. انا اتغصت موت، اتغصت بجد. ازاي؟ ايه اللي حصل ده؟ كلهم يا امنيه سابوني دماغي تودي وتجيب، ويا ريت كده الحكايه خلصت. بالعكس بقى الحكايه ابتديت اسمع اصوات ما كنتش بسمعها اصلا. من بعد العشاء بالظبط لحد اذان الفجر بقيت بسمع صوت جر وصوت ضحك وعياط اطفال. كان الوضع مرعب بجد. لما كنت بحكي يعني لجوزي على حاجه زي دي ما كانش بيصدقني. اكتشفت مع الوقت ان انا الوحيده اللي بسمع الاصوات دي، فقررت اسكت. هيقولوا عليا ان انا مجنونه، لازم اسكت لحسن يفتكروني بجد ان انا اتهبلت او حتة من دماغي راحت او كده. قلت خلاص انا هساعد نفسي بنفسي. جبت راديو وحطيته على اذاعة القرآن الكريم، وقمت جاية مشغلاه ال24 ساعة في الأوضة بتاعة الكراكيب اللي فوق على السطح. عدى يوم وعدى التاني، الأمور فعلا بدأت تهدى كتير عن الأول. قلت الحمد لله. بس في اليوم التالت بقى صحيت على أذان الفجر. بس وانا قايمه بصيت على الساعه كده لقيت الكارثه، الساعه 12 يا جماعه. فجر ايه ده اللي هيأذن الساعه 12؟ نمت تاني، ولكن مجرد ما نمت حلمت حلم غريب جدا. حلمت اني طلعت على السطح ولقيت الست اللي بنتي قالت لي عليها، الست الطويله ام دراعات طويله اللي كلها اسود في اسود ولابسه اسود، توصف بنتي بالظبط. كانت بتقول لي عليها. الست دي بتقولي القرآن اللي انتي مشغلاه ده مش أذينا في حاجة؟ هو احنا كنا أذيناكي في حاجة ولا عملنا ليكي حاجة؟ وفجأة ببص فوقي فوق السطح وانا معاها، لقيت حد طويل جدا وكبير وجسم ضخم بيطير فوقينا بنفس وبيأذن بنفس الصوت اللي كنت صاحية عليه. فصحيت من نومي، ولكن المرة دي كان على أذان الفجر الحقيقي. لقيت جوزي بيتوضى ويصلي، ففكرت ان انا احكي له ولكن مرضتش. طلعت الصبح على الشيخ بتاع المسجد حكيت له. قال لي يا بنتي ده جن مسلم، عمرهم ما هيأذوكي. قلت له يا عم الشيخ امال هما بيحاربوني وبيحاولوا يخوفوني ليه؟ قال لي بس علشان انت جبتي سيرتهم لما السطح اتروق، وهما مش بيحبوا حد لا يجيب سيرتهم لا بالخير ولا بالشر. وموضوع الاصوات ده لفت نظر بس ليك مش اكتر. قلت له يا عم الشيخ مفيش طريقة يمشوا بيها. قال لي يا بنتي هما
عمرهم ما هيأذوكي. انت تجاهليهم. اما لو الموضوع مضايقك قوي وانت ما انتيش قادره يعني ان انت تتعايشي، ممكن انت واهلك تسيبي البيت وتمشي، لان دول من عمار البيت، يمكن عايشين فيه قبلك ويمكن بكتير كمان. وعلى فكره وجودهم مفيش منه اي اذى او خير ليكي، بالعكس هما بيحموكي من اي كائنات شريره ان هما ييجوا عليك. على الاقل انت عارفه ان عمار البيت اللي معاكي مسلمين وما بيأذوش، احسن ما البيت يكون في الفاضي كده وهما كده كده اصلا مش هيمشوا. انا من رأيي يا بنتي انك تخليكي في حالك وتسيبيهم كمان في حالهم، وتتجاهليهم نهائي يعني، او تتعايشي وخلاص. ومن هنا مشيت من عنده وانا مقررة ان انا اسمع بنصيحته او اتعايش وخلاص. ومن هنا كمان تكون انتهت قصتي. عرفوني بقى يا حلوين لو في حصل معاكم موقف مع عمار البيت، سواء مسلمين او ما كانوش مسلمين. وما تنسوش تقولولي في الكومنتات رأيكم في القصص دي، لو انتوا حابين ان انا احكي لكم حكايات من دي تاني او مواضيع من دي تاني، يا ريت تعرفوني. يا رب يكون قصة او المشكلة دي اللي اتعرضت دي تكونوا استفدتوا بيها، ويكون فيديو كده خفيف على قلوبكم. اما الروتين بتاع النهاردة، روتين يوم الجمعة، روتين كله ترويق، وحضرنا مع بعض الفطار زي ما انتوا شايفين كده. وكمان عملنا انا والحاج صاحب البيت 2 كوفي ميكس كده في اللذيذ. وابتديت ان انا ادخل اشوف الهدوم اللي كانت عايزة تتشال وتتطبق، وخلصنا اللي ورانا. وابتديت انشر زي ما انتوا شايفين كده. يلا قومي شوفي اللي وراكي، وما تنسيش انتي بتتابعي امنية غزال لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. عرفوني كمان لو انتوا عايزين فيديوهات، ممكن انزل 2 فيديو في اليوم او فيديو واحد. انا الفترة اللي فاتت اللي هما اليومين اللي فاتوا دول كان عدى عليا ظروف صعبة، ان شاء الله اتمالك بس كده واعرف اقف كده من تاني واستعيد صحتي النفسية قبل صحتي الجسدية، وابتدي معاكم من تاني وانزل لكم فيديو كل يوم. وان شاء الله ناوية ان انا انزل 2 فيديو. بس انا عايزة بقى حاجات بسيطة منكم كده، لايك وكومنت كده بدعوة حلوة يا قلب اختك من قلبك، ونصيحة حلوة كده. لو انت شايفة اي حاجة في الفيديو سواء بالسلب او بالايجاب، يا ريت تعرفيها لي. وانا بتقبل النصيحة جدا جدا. يا رب يكون فيديو كده ينشطكم ويساعدكم على انكم تقوموا تعملوا اللي وراكم. فيديوهاتي كلها معتمدة على روتين. وكمان لو عندي قصة اتبعتت لي على صفحة الفيسبوك هسيبها لكم كمان في صندوق الوصف تحت صفحة الفيسبوك. او لو عايزين تسيبولي المشاكل او مشكلة او حاجة عايزين تاخدوا رأيي فيها، او انا برضو زي ما باخد رأيكم نشارك كلنا مع بعض. في انتظار اسئلتكم، وفي انتظار استفساراتكم، في انتظار قصصكم الجميلة الشيقة. انا كل اللي بيتبعت لي لحد دلوقتي بيتبعت لي من الاصدقاء اللي على الفيسبوك، لسه ما تبعتليش من الاصدقاء اللي على اليوتيوب. فياريت تشاركوني. اتمنى ان احنا نكون اسرة واحدة ونكبر بيكم ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، ويكون اقوى واقوى، وان شاء الله حكاية اقوى واقوى او قصة اقوى واقوى بإذن الله. ودمتم في رعاية الله.